اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آمين. إن شاء الله يا رب تكونوا الناس الكل في ألف خير ونعمة، إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة. الحمد لله يا رب، هيك رجعت معاكم في فيديو جديد ونهير جديد. إن شاء الله يا رب يعجبكم الفيديو متاع اليوم. كالعادة البنات كما قلت لكم راني ليا متى باش نهبط لكم على الأقل 2 فيديوهات 3 فيديوهات في الجمعة ما أكثرش. آه، البنات أول حاجة الفيديو كون هابط لكم كل يوم معناتها فيديو نلقاه مش واخد حقه، معناتها الفيديو نحسه ماهوش ما ياخذش حقه بالباهي. هذا السبب معناتها من الأسباب، وزيد مانيش كما قلت لكم معناتها حسيت هيك كيف نحس روحي باش نعمل معاكم روتين ولا حكاية معناتها تبدا حاجة فيها تكرار، نقول له مش لازم معناتها نولي نقضي قضيتي في نستسهل معناتها من غير تصوير خير، فهمتوا؟ إن شاء الله بقدرة ربي باش نرجع نهبط معاكم فيديوهات معناتها كل نهار ونهار، حتى نهار بعد نهار، مهم ما عادش نغيب معناتها غيبة كيما هيك 3 أيام 4 أيام، ما نحاول على قد ما نقدر ما نغيبش، فهمتوا؟ إن شاء الله يا رب إن شاء الله بقدرة ربي. كيما قلت لكم وكيما حكيت لكم في الفيديو اللي فات، قلت لكم راني قاعدة نركح في القناة ما آآ فهمتوا، على خاطر تقريبًا حققت الشروط متاعة القناة، حبيت هيك نركّحها والكل. هذاك علاش قاعدة معناتها حاسة روحي مانيش لاهية، فهمتوا، مانيش لاهية فيها مش لاهية أني نصوّر نمنتج، ما عنديش هيك نفس وما عنديش الروح باش نصوّر كل يوم ونهبّط والكل. ديجا تشوفوني حتى صاحباتي معناتها اللي كنت متعودة معناتها نتبّع فيهم ونكتب لهم والكل، أكيد معناتها استفقدوني والكل، على خاطر فما قنوات معناتها نتبع فيها ونكتب لها ككومنتير ونتفرج معناتها في الفيديوهات متاعنا، صدقوني البنات هيك وين نلقى في روحي فضاء أكيد باش نتفرج معناتها في الفيديو والكل. ساعات هيك والله حتى نتفرج في فيديو معناتها من معناتها ما نكتبليش ولا حاجة. أكيد راني معناتها نكون مش لاهية ولا حاجة، نبدأ معناتها مانيش ما نتفرجش في الفيديو كامل، ما نحبش نعلّق معناتها تعليق هكاكا وبرّا، نحب نتفرج في الفيديو. فما فيديوهات وفما روتينات هيكا نتبع فيها، وفما قنوات نتبع فيها ياسر محلاهم والكل. إن شاء الله يا ربي يوفقهم الناس الكل، وإن شاء الله يا ربي تحققوا اللي في بالكم الناس الكل. الحمد لله يا ربي أني بالنسبة لي أني حققت الشروط متاعة القناة، وصلت ل1000 مشترك و4000 ساعة. الحمد لله يا ربي بفضلكم أنتم وبفضل الناس اللي قاعدة تتبع فيه وقاعدة تتفرج في القناة. تقريب البنات قريب العام معناتها 9 شهور بالضبط تو عندي حالة القناة وكما قلت لكم معناتها كل قناة وكيفاش وكل إنسان وكيفاش، فما اللي يحققها في ساعة وفما اللي يدور العام وفما حتى اللي يفوت العام، فهمتوا؟ الحمد لله يا ربي تحققت الشروط متاع القناة، وقلت لكم راهو في ساعة صدقوني البنات لا تحسوا بالوقت جملة، صحيح الأيامات الأولى تحس روحك معناتها تحس بإحباط، فهمتوا؟ 4000 ساعة و1000 مشترك تبدأ تقول كيفاش باش نحققهم وكيفاش باش نوصل معناتها. أما من بعد كيف توصل وتحقق الشروط تقول كأني أمس عملت هالقناة، ما عنديش عام معناتها تحس روحك ما زلت ما دورتش العام، فهمتوا؟ تحسها في ساعة تقول عندي شهر عملت القناة، ما تحسش بك المدة اللي قعدت تستنى فيها وك المدة اللي قعدت وقتاش باش تتحقق الشروط وكيفاش باش نلم السوايع وكيفاش باش نخدم في القناة. والحمد لله يا ربي بفضلكم أنتم وبفضل الناس اللي تحبني وتحب تتفرج في الروتينات متاعيني. حققت أول حاجة حققت الشروط متاعة القناة. وبالنسبة للقناة البنات نحب نشكر هيك قناة قنوات الحقيقة قنوات هما اللي معناتها مانيش عارفة كيفاش باش نقول لكم، أما فما قنوات هيك ذكرتني هيك ذكرت معناتها اسم القناة متاعي في القناة متاعها. فما اللي حكيت معاي وقت اللي بالنسبة للقنوات البنات قبل ما نحقق الشروط، فما قنوات كيف ما قلت لكم باش كل إنسان ياخذ حقه وكل و وهيك الإنسان كيف يعمل عليك أني نشوفها مزية معناتها، حتى هما يشوفوها مش مزية حاجة عادية. أني نشوفها مزية معناتها أنك واحدة تذكر اسم قناتي في قناتها. كيما مريم شانيل ديجا برشا منكم يعرفوها والكل يتبعوا فيها، قناتها كبيرة ما شاء الله عندها فوق 30,000 إن شاء الله يا ربي
يحقق لها اللي في بالها. إن شاء الله نشوفها يا ربي توصل حتى ل100,000. علاش لا؟ خاطرها طفلة باهية وطفلة ياسر تحب الخير، وديجا اللي يعرفوها معناتها و يعرفوا القناة متاعها ولا يعرفوها حتى معرفة شخصية. الإنسان راهو مهما يتصنع ومهما يعمل أكيد باش ماهوش معناتها عام ولا 2 باش أكيد معناتها يجي نهار وتعرفوا على حقيقته. فهمتوا؟ توا عندي تقريبا 3 سنين نتبع فيها ما شاء الله، أخلاقها ياسر عالية، وإن شاء الله يا ربي يحقق لها اللي في بالها، وإن شاء الله توصل قناتها حتى 1000 حتى 100,000 مشترك. إن شاء الله يا ربي ينور اللي في بالها، وإن شاء الله يا ربي يعطيها على قد قلبها الباهي. بالنسبة للقناة كيف ما قلت لكم مريم شانيل، ديجا ذكرت اسم قناتي في هبطت بوست على اسم قناتي في قناتها، وكما قلت لكم قناتها كبيرة ما شاء الله واصلة ل30,000. وبالنسبة زادة قناة لمسات سيرين، فما برشا منكم يعرفوها، القناة متاعها اسمها لمسات سيرين، زادة ذكرت اسم قناتي في قناتها. إن شاء الله ربي يوفقها، وإن شاء الله ربي يفضل لها أولادها، وإن شاء الله تحقق اللي في بالها الكل، والفرج يجي درجة درجة. والحمد لله يا ربي ينجم يكونوا بفضلكم أنتم، حتى دخلتوا لي 10 مشتركين. نقول لكم ميرسي الناس الكل، وميرسي بالنسبة للقنوات هذوما زوز ذكروني في قنواتهم. إن شاء الله ربي يوفقهم، إن شاء الله ربي يحقق لهم اللي في بالهم. والدنيا راهي فانية البنات، آه، ما تقولش أني قناتي كبيرة ما نذكرش اسم قناة وإلا معناتها باش يفكوا لي المشاهدين متاعيني، ولا ما نحبش ندعم قناة، ولا ما نحبش نذكر اسم قناة، ولا ما نحبش ما نحبش قناة تكبر وراك كيف ما قلت لكم الأرزاق بيد الله، والدنيا فانية معناتها ما فماش علاش باش ما تذكروش اسم قناة. ولا بالنسبة لي أنا عادي معناتها نذكر اسم قناة، ما فمش حتى مشكل حتى توصلش القناة متاعي مهما كانت معناتها صغيرة ولا كبيرة، عادي معناتها ما فمش حتى مشكل أني نذكر اسم قناة. وبالعكس يشرفني أني نذكر هيك، نشجع بنات بلادي اللي تحب هيك تحل قناة، ولا تحب تحل هيك شان يوتيوب، ولا تحب هيك في أي مجال معناتها من المجالات. فما برشا خاطر فما برشا خدم، كل واحد هيك وغرامة، كل واحد هو يشوف روحه في الحاجة ذيك، يشوف روحه ينجم يتميز، ينجم ينجح في الحاجة ذيك. إن شاء الله ربي يوفقهم، إن شاء الله ربي يرزقهم من حيث لا تحتسب يا ربي. إن شاء الله يحقق لكم إن شاء الله اللي في بالكم، إن شاء الله ربي ينوركم الناس الكل. وبالنسبة للقناة الأخرى البنات اللي شجعتني ودعمتني اللي هم تعرفت عليهم ما عنديش معناتها مدة كبيرة، هي قناة نيران زادة، قناة ياسر محلاها، قناة متاع الطبخ، وساعات هيك تعمل فيديوهات متنوعة. قناتها ياسر محلاها، إن شاء الله ربي حتى هي ينوب عليها وتحقق الشروط متاعت القناة. عندها فوق العام هيك تخدم على القناة الكل. إن شاء الله يا ربي ينور لها اللي في بالها، وإن شاء الله تحقق الشروط في أقرب وقت يا ربي. وفما قناة هيفا هوم زادة، هي اللي كانت سبب باش أني عملت الأدسانس. كما قلت لكم في الفيديو اللي فات، قلت لكم راني تعطلت هيك كيفاش باش نعمل أدسانس، فهمتوا؟ خاطر ماهوش ساهل الحقيقة، اللي عاملين قنوات والكل يعرفوا الحاجة دي ماهيش ساهلة، وتنجم تكون تترفض ونجم تكون تتقبل، كل واحد وكيفاش، فهمتوا؟ فما اللي يلقى صعوبات هيك باش يتعطل في حاجات، أنا ما ينجمش معناتها يعمل أدسانس ولا حاجة. وقت اللي شافتني حكيت في الفيديو اللي فات، قلت لكم راني تعطلت الحقيقة، عملت معناتها تفرجت في فيديوهات على اليوتيوب وكله، حاولت بمجهودي، فهمتوا؟ باللي نجمت. فما حاجات فما حاجات تعطلت فيهم، فما حاجات نجمتهم، وهي معناتها هي أعطتني هيك الياء متاع شكون معناتها يفهم في الحاجات هذيا، ومعناتها تفرجت في الفيديو، والحقيقة معناتها نجمت نعمل أدسانس الحمد لله يا ربي. إن شاء الله يا ربي يوفقها، وإن شاء الله يا ربي ينور لها اللي في بالها، وإن شاء الله قناتها هيك نشوفها تكبر وتكبر، وإن شاء الله يا ربي. بصراحة قناة هيفا هوم حسيت هيك ناقصة شوية في المشاهدات، وناقصة شوية في ناقصة على الآخر. علاش البنات؟ على خاطر بصراحة نشوفها تستحق، إنسانة قاعدة تخدم على روحها، قناتها
ما شاء الله معناتها تقدم في ياسر حاجات ياسر محلاها تعطي فرصتات حتى هي قناتها متاع الطبخ زادة تقدم فرصتات هيك ياسر محلاهم، ونقولها إن شاء الله ربي يوفقك وإن شاء الله ربي يونسك بصغيراتك وإن شاء الله يا ربي تحقق اللي في بالك وإن شاء الله توصل حتى الألف حتى 100,000 مشترك وإن شاء الله تشوف قناتك تكبر وتكبر، وراه الإنسان كيف ما قلت لكم يكون ثقته بربي قوية ويكون قلبه باهي وأكيد معناتها ربي باش ينور لكم اللي في بالكم الناس الكل. الحمد لله يا رب إن شاء الله يا رب يطيح بين الناس اللي خير منا، وكيف ما قلت لكم كل إنسان ياخذ حقه وأكيد معناتها هي تستاهل، هذاك علاش ذكرت اسمها في قناتي. علاش ذكرت اسمها خاطر زادت كبرت في عيني وزادت كيما قلت لكم راه الدنيا فانية معناتها الواحد ما فماش علاش باش يبدا يعرف حاجة وما ما يقولش عليها معناتها تنجم هي كانت سبب باش أني ما نجم نكون حتى نسكر القناة كان ما تتفاعلش قناتي ما نجمش نعمل ادسانس ولا ما نجمش ما نوصلش معناتها النتيجة الواحد ماهوش باش يخدم من فراغ معناتها ماهوش باش يضيع وقته. صحيح أنا عاملة عليها جو القناة ومليت لي وقتي معناتها أكثر منها خدمة. حاسة روحي متفرهدة حاسة روحي عاملة جو حاسة روحي نعمل في حاجة نحبها كما قلت لكم، وكل إنسان هو وغرامة معناتها فما كل إنسان هو وعنده حكاية وعنده غرام يحب يحققه الكل. إن شاء الله يا ربي ينوركم الناس الكل وإن شاء الله هي فوفا نقول لك ميرسي ميرسي اللي بعث لي الإلياء متاع كيفاش حاولت هيك نعمل الأدسنس وكل، والحمد لله يا ربي المرحلة الأولى تعديت بها وتوا حطيت قناتي في المراجعة. ندعي نقول لكم ادعوا لي الناس الكل باش نحقق معناتها تتفاعل قناتي وتتقبل ونولي نخدم أكثر وأكثر. كيف ما قلت لكم كل إنسان ياخذ حقه وراو ما يبقى كان فعل الخير كل الدنيا فانية وما تبخلوش على بعضكم وما هكا والبنات سامحوني قصيت عليكم نسيت فاش كنت نحكي لكم حصيل وحبيت نقول لكم ساعدك يا فاعل الخير راه ما يدوم حال وما يدوم شيء صدقوني الدنيا فانية. يبقى كان فعلك ويبقى الناس تتذكر كان فعل الخير إن شاء الله يا ربي يجعلنا الناس الكل إن شاء الله يا ربي صحيح الواحد لازم يخدم ولازم يسعى ولازم يحقق الحلم الحاجة اللي يتمناها ولازم كما قلت لكم معناتها الواحد راه ما يجي حتى حاجة ما تجيك بالساهل أكيد لازمها برشا تعب ولازمك تتعب عليها باش توصل اللي تحب عليه. وإن شاء الله يا ربي إن شاء الله نشوف قناتي تكبر وإن شاء الله كما قلت لكم إن شاء الله يا ربي الجاي خير وإن شاء الله هيك تتفاعل القناة ونحقق هيك اللي في بالي كما قلت لكم. حصيلوا البنات راني ما زلت بعيدة برشا فهمتوا في ياسر حاجات ما زلت ما ياسر حاجات هيكا ناقصة فيهم حتى في المحتوى متاع القناة فهمتوا أما الله غالب كما قلت لكم راه الواحد ما تجيش حاجة بالساهل ولازمها برشا تعب وما ثمش حتى حاجة تشوفوه هيك ساعات الواحد يستسهل حاجة يقول لك كيفاش قاعدة تعمل حاجة سهلة وبسيطة على الآخر أما راهي فيها برشا تعب ثم حاجات ما هيش سهلة فهمتوا ما فما حتى حاجة سهلة. الحمد لله يا ربي إن شاء الله يا ربي كل إنسان قاعد يتعب وقاعد يسعى وقاعد نحاول أني نطور من روحي. الحمد لله يا ربي على كل حال المهم الواحد توا على الأقل يبدأ يقول وصلت النتيجة على الأقل هيك حطيت القناة توا كيف قلت لكم كي تفاعلت القناة ونحطها في المراجعة وكل إن شاء الله يا ربي تتقبل القناة متاعي وكيف ما قلت لكم إن شاء الله أهم حاجة أني ما عادش نغيب عليكم على خاطر حسيت روحي هيك الأيامات هذيا مقصرة ياسر في حقي وفي حق قناتي وفي حق الناس اللي قاعدة تتبع فيه وقاعدة قاعدة معناتها نشجع فيها ولا نعطي فيها هيك في حاجات بسيطة فهمتوا روتينات بسيطة. إن شاء الله يا ربي في ميزان حسناتكم كل إنسان قال في حقي كلمة باهية إن شاء الله يا ربي ينوركم الناس الكل وربي يعطيكم على قد قلوبكم إن شاء الله يا رب يطيح بينا الناس اللي خير منا هذيك هي الحاجة الوحيدة اللي نتمناها معناتها نتمنى أني على الأقل في المحتوى هيك متاع القناة مش بالضرورة نحب هيك قناتي تكون كبيرة وفيها ناس تنجم تكون
معناتها ما تفرّجش فيك بمحبّة، نحب حتى تبدا صغيرة وفيها ما فيهاش ما فيهاش الناس معناتها تكون تتفرّج فيك مانيش عارفة أني معناتها ماهيش بمحبة. أنا نحب الناس هيكا تتفرّج فيّا بمحبة صادقة، تحب تتفرّج في قناتي، تحب تتفرّج فيّا أني ببساطتي، بروتيناتي بسيطة على الآخر كيما قُلت لكم. ما نحبش هيك نتصنع على حد باللي موجود عندي وباللي نقدر نحاول هيك نشارك معاكم حاجات بسيطة على الآخر، والحمد لله يا ربي. هو الحصيلة اليوم هيك حبيت نشكر الناس اللي بالحق وقفت معايا في القناة واللي دعمتني حتى بالكلمة فهمتوا حتى بالكلمة. تعدّى بينا الفيديو البنات هيكا صوّرت معاكم لقطة بساطة على الآخر كيما شفتوني عملت دورة متاع كل يوم هاذيكا دورة في الدار لازمني معناتها كل يوم هيكا نعمل دورة باش كيف ما تعرفوني معناتها كيما تعودتوا بي، غير راني مانيش قاعدة هيكا نصوّر معاكم أول حاجة كيما قُلت لكم قاعدة نركّح في أمور القناة و نقول هيك معناتها باش نبقى في نفس النيفو معناتها باش نكرر لكم نفس الحاجة نم نبخل هيك باش نصور ولا حكاية، أما كما تعودتوا بيه معناتها الدار لازمها ديما تكون الروتين متاع كل يوم نمسح الدار نطيب فطور ولا نطيب عشية ولا أي حاجة معناتها حاجات بسيطة على الآخر فهمتوا؟ كاو حصيلو البنات من بعد ما ركحت هكا الدار وعندي دبش زادا غسلت دبش والكل، وعملت دورة في الحوش في حوش الكل معناتها كل مرة نعمل حاجة كل مرة نعمل حوايج كيما تعودتوا بيه ما نعملش كل شيء مع بعض أما تعرفوا معناتها القضية ديما موجودة ديما كل ما تهرب منها أكيد باش تجيك كل يوم تقول غدوة باش نرتاح غدوة باش نكمل قضيتي الكل وهيك غدوة معناتها ما نلقى ما نقضي فهمتوا، أما الغالب راهي القضية عمرها ما توفى معناتها خاصةً كي تبدا ديما تشوف فيها ديما في الدار أكيد باش تطلع لك برشا حاجات وأني واحدة من الناس ما نحبش معناتها نحب كل يوم هيك نقضي ما نحبش هيك نبقى قاعدة مرتاحة، نحسها معناتها من غدوة باش نقضي التريبل أو أنا على الأقل نقص على روحي ياسر حاجات. كهو اليوم قُلت خلينا هيك عندنا شوية مشيت لدارنا لهني لقيتهم عندهم شوية بروكلي وكل واحد شي يسميه آآ قُلت خلي هيك نطيبه وكيما شفتوني في الأول سمطته في الماء وباش نعمل معاه شوية فريت وكهو معناتها دبارة ساهلة على الآخر وهذايا البروكلي البنات يفكرني في الشتي بصراحة هو ما يتاكل إلا سخون معناتها كان برد ما عادش يتاكل، هذاك علاش خليته في آخر وقت معناتها آخر وقت قلت هيك نطيبه فيسع هو ما يشدش وقت ولا ماهوش باش حاجة تعب ولا ماهوش باش يشد مني وقت، وتعرفوا معناتها ما يتاكل إلا سخون. حصيرو كتد حاجة البنات تطيبها عندك مدة ما طيبتهاش، تعرفوا معناتها موجود الأغلبية موجود هيكا في الشتي والكل، تبدا حاجة حقيقة أول مرة سنة معناتها في الشتي بتاع سنة أول مرة نطيبها فهمتوا، نقصد في العام هذايا معناتها نقصد ديما نطيبوه فهمتوا في الشتي والكل، أما السنة معناتها نقصد السنة أول مرة نطيبها فهمتوا، كهو. حسيت قلت خلي هيك نطيب آخر وقت بعد ما طيبت هني العشاء والكل وركحت كل شيء وغسلت الماعون وركحت الكوجينة قلت خلي هيك نطيبه آخر حاجة باش يبقى هيك سخون وكيف نجو باش نتعشوا تعرفوا معناتها البروكلي ما يتاكل إلا سخون. حسيلو خليته هني باش نبدا بالفريت عندي كيف ما قلت لكم على خاطر نفس الزيت اللي باش نقلي فيه قلت خلي نقلي الفريت هو الأول ما نقليش البروكلي معناتها تعرفوا فيه العظام وكل ما نقليش هو الأول نقلي بعد معناتها في الأول حطيت هيك شوية فريت أما شكون من العايلة خاطر هيك اشتهي لي فريت والكل قلت خلينا نعملهم هيك شوية فريت هني البنات راني طيبت العشي وحضرت كل شيء ومن بعد قلت خلي هيك نصور معاكم حاجة بسيطة فهمتوا. حصيروا كيما تعودتوا بيه كيما في داري كيما في دارنا ديما نقضي معناتها كل شيء مع بعضها نغسل الماعون أي معون يتيح لي نغسله بالوقت باش هيكا ما تتراكمش عليا الماعون تعرفوا لو معون البنات كيف يتجمل لك برشا معون
هيك في اللافابو ولا في الكوجينة تحس عليك الكوجينة صدقوني ما عادش تعرف حتى منين تبدأ كل شيء يدخل بعضها، الكوجينة تدخل بعضها. لافابو كيف تشوف لافابو قديش معبى بالماعون تحس جبل معون، هذاك ما نحبش يعني. من بعد نحب بعد ما نطيب إن هيك يبقى لي كان هيك معناتها حاجة خفيفة على الآخر فهمتوا. كون هني بعد ما قليت شوية فريت باش نبدأ نطيب هيك البروكلو بتاعي. كهو ديجا تشوفوني حتى الراس ما عملتهاش كامل معناتها عملت هيك كعبات دوبة كعبات خاطر حتى العظام لقيت ما عنديش معناتها تقريبا 3 كعبات. وهو الراس ما شاء الله معناتها الراس كبير على الآخر هذاك علاش خليت منه طيبت منه وخليت منه. نطيبه حتى على مرة أخرى معناتها خاطر هو كيف ما قلت لكم كان ما يتاكلش ساخن ما عادش يتاكل معناتها من بعد كيف يبرد بتحس هيك يبدا بصراحة ماهوش بنين. كهو هنا نسيت الفارينة البنات بعد ما حطيت هيك خلطت كل شيء مع بعضها شفتوني ديجا حطيت ملح وفلفل أكحل وكمون ونحط شوية كركم وهكا هو تقريبا هي الحاجة اللي نفوح بها. وبالنسبة البنات شفتوني لهني سمطة في الماء على خاطر سمطة هيك تقريبا ربيع ساعة فهمتوا نحط معاها هيك تصيف قارصة باش نتنحى الزفارة متاعها خاطر فيها بصراحة فيها شوية زفارة ونحط شوية ملح. ديجا هني كي حطيت معناتها الخليط والكل حطيت فيه دوبة شوية الملح على خاطر عملت حطيتها في هيك نغلي فيه والكل حطيت له الملح. كهو نحط هيك حتى ما نحطش حتى في مقلة البنات خاطر يتطلب برشا زيت معناتها لازم الزيت كيف تحط الكعبة هيك تتغطى بالزيت وهيك نستسهل معناتها عندنا الجميلة ذي حطيتها هيك نستعملوا فيها كون شيكة باش نقلوا فيها حاجة فهمتوا ديجا تشوفوها معناتها باينة متاع ديما كانت تاع القلي والكل باش ما أول حاجة ما يطشش الزيت على البلايص الكل تعرفوا أي مقلي معناتها باش يطش برشا زيت وهيك لازمها حاجة غارقة فهمتوا حتى تعمل برشا تعمل معناتها زيت كونتيتي يشدلك بالباهي. وهون نستسهل بصراحة خير من المقلة هيك ساعات نعمل مقلة ساعات أما الأغلبية نعمل جميلة فهمتوا وذية نحطها نعمل فيها الزيت وعلى الأقل تنجم تغطيها كما وما تشلكش ياسر زيت فهمتوا. كهو مادامه موجود البروكلو بصراحة تقريبا العائلة الكل نحبوه فهمتوا بصراحة ما شاء الله والله بنين 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 ما نحكيلكمش خاصة هيك كيف تبدأ حاجة عندك مدة عليها ما طيبتهاش تحسها بنينة على الآخر. أما الغالب كيف ما قلت لكم اللي ما عنديش برشا عظام عندي 3 كعبات عظام هني لقيتهم موجودين وقتها قلت خلينا نطيب بيهم معناتها باللي موجود حتى البروكلي وحتى النص حتى السمطة ما طيبتش الكل بقالي منها طريف قلت ما يسالش معناتها خليتها على جنب وقلت ما يسالش حتى نطيبها مرة أخرى. كي ما بقاليش الحشو ما زدتش فما شكون يزيد شوية حليب البنات اللي يلقاه معناتها ناقص وكل زيدوا حليب عادي معناتها ما فماش حتى إشكالية دوبة شوية هيك حليب وهكا وتحطها مع الخليط باش هيك يبذر لك معناتها. أما أنا ما زدتش معناتها حطيت كان كعبات العظام هكا وديجا ما شاء الله معناتها تلينا وفضلنا والحمد لله يا ربي. وتنزل البركة راهي فما حاجات معناتها حتى تقول تشوفك بعينك تقول ما مش باش تكفينا ولا حاجة ما تنزل فيها البركة وما شاء الله تكفي وتوفي. كهو عملت القلية الأولى طيبتها وباش ديجا والله البنات ما زلت نطيب فيه معناتها ما زلت نطيب فيه على كيف ما قلت لكم حاجة عندك مدة هيك ما طيبتهاش والكل تحس روحك هيك نافح عليها فهمتوا والله ما زلت نطيب فيه ما زال ساخن كلينا منه كل مرة هيك نهزو طريف ناكلوه. كهو هذي باش نقلي القلية الثاني كيف ما قلت لكم بقالي هيك طريف قلت ما يسالش نخليه على جنب ومن
نطيبها حتى مرة أخرى معناتها. وكهو حصيلو البنات اليوم هيك حبيت نعمل بيكم روتين خفيف الحصيلو ما هم نحب ما نغيبش عليكم هذيك أهم حاجة. وسامحوني هيك كان فما ناس هيك تستفقدني ولا حكاية، خاطر فما شكون يستفقدوني معناتها على القناة ولا عارفة روحي معناتها الأيامات هذوما مانيش قاعدة نخدم بالباهي ومانيش قاعدة هيك نهبط كل يوم. إن شاء الله بقدرة ربي هيك نرجع معاكم ونرجع نهبط لكم كل يوم فيديو. وحتى كيف ما قلت لكم حتى مش كل يوم حتى نهار بعد نهار مهم ما عادش نغيب الغيبة كيما هيك. نحب نشكركم الناس الكل اللي قاعدة تكتب لي في الكومنتار وراني نبقى نستنى في الكومنتارات مع خاطر البنات نتشجع بيهم ونحس روحي هيك يعطوني قوة. وحتى حتى ما تحبوش تعملوا لي كومنتار ما يصيرش اعملوا لي لايك. إن شاء الله يا ربي كل حاجة تعملوها إن شاء الله في ميزان حسناتكم، وخلي هيك نتشجع أكثر وأكثر على القناة ومن نبخلش معناتها أني باش نصور لكم هيك فيديو حتى فما شكون يستنى حتى فيديو يكون بسيط على خاطر كيف ما قلت لكم الأيامات هذيا مانيش لاهية هذاك علاش مانيش قاعدة نهبط لكم كل يوم فيديو. وهكا حصيروا هني البروكلو متاعنا طاب بسم الله ما شاء الله نودكم وما نشهيكم. إن شاء الله يا ربي يكون عجبكم الفيديو متاع اليوم وإن شاء الله نكون خفيفة الظل عليكم. وإن شاء الله يا ربي الناس الكل نشوفكم هيك تحققوا في اللي في بالكم الناس الكل. كيف ما قلت لكم راه الفرج يجي درجة درجة الواحد ما يكونش هيك ديما مأيس وديما ديما راهو سبق الخير تلقى الخير صدقوني أي حاجة تبدأ في الأول تلقاها صعيبة وكيفاش حتى باش تبدأ وكيفاش باش تكون النتيجة هذاك اللي تخمم فيه الكل راهو لازمك تصدم. وحتى ما تنجحش معاك حاجة أكيد باش تنجح معاك حاجة أخرى. كما قلت لكم راني أني واحدة من الناس معناتها جربت أني في الأول كنت نبيع في الدبش والكل قلت لكم ديجا قلت لكم في القناة قلت لكم راني كنت نبيع في الدبش والكل. ومن بعد الحقيقة ما مشتش معايا الحكاية وما نجحتش وذاك علاش وليت هيك استغنيت عليها معناتها ما حبيتش نكمل فيها على خاطر ما الحقيقة كهو الواقع معناتها ما شفتش فما دعم ما شفتش ناس قاعدة تشجع فيا والكل هاك علاش وليت واستغنيت عليها. أما الحمد لله يا ربي توا معناتها نحب هيك نخدم على القناة ونحب ننجح في القناة خاطر كما قلت لكم أي حاجة راه تبدا بغرام الحاجة أكيد كيف تولي هيك تعمل فيها بمحبة بقدرة ربي وديما الواحد يسبق الخير يلقى الخير راهو حتى تكون حاجة صعيبة وحاجة تكون معناتها مش متمكن منها كيف ما قلت لكم راهو ربي ديما يكون معانا وأكيد كان مسهل فيها ربي أكيد باش نوصلوا اللي وين نحبوا. وكان حاجة مش مسهل فيها ربي رانا مهما نعملوا ومهما نديروا مستحيل باش نوصلوا لها. وإن شاء الله يا ربي ييسر لنا الطريق الناس الكل وإن شاء الله يا ربي يحقق لنا اللي في بالنا الناس الكل. وخليكم في أمان الله ونقول لكم بسلامة وعلى